وراه ممنوع البنان، استيراد بنان ممنوع، استيراد الفاكهه ممنوع، استيراد الشيكولا ممنوع، استيراد السكر ممنوع، استيراد القهوه. ومن بعد كختموها لنا اليوم قال لك ممنوع استيراد الصبابط. معناتها منا وجاي الناس تولي تلبس الصباب تاع الجزائر، ممنوع تستورد صباط من الخارج، من اي دوله، من طلياني. معناتها هذا اللي راه عنده صباط طلياني دركا لازم له يسترجم ليه يحطه في الخزانه للعيد الكبير والعيد الصغير. اخر قرارات وزير التجاره سير الزيك قال لك ممنوع استيراد الاحذيه ابتداء من هذا الاسبوع ولا هذا الاسبوعين. على اي اساس مش عارف. المصانع تاع الاحذيه اللي راهي في الجزائر مكدسه، في كل ولايه كاين مصنع. قال لك لازم يلبسوا الصباب تاع الجزائر. يا رزيق ورا من الصباب تاع الجزائر، يا رزيق اعطيني مصنع في الجزائر يخدم الصبابط. يا رزيق بكري كان في الجلفه عنده واحد اللوزين يخدم البليغه، الصنادل هذوك اللي في العرق هذوك يفوحوا كذا تولي من اثنين. كان عندي انايا بكري كنت نلعب بالو واحد الباسكيت يخدموها في الجلفه تاع النيل وسكر لوزين سكر. حتى لوزين تاع الجلفه كان يخدم الصباب سكر. سوني تاكس ولا سمو هذيك اللي تخدم الصبابط بكري سكرت راحت. شكون عندنا وزين تاع صبابط؟ يا ودي خافوا ربي. لا تهضعوا فينا، لا تبكونا هكذا المباشر. لا قال لك الصبابط نحاهم. ما كاش اللي يزيد يهضرنا على الصبابط لانه ممنوع منعا باتا استيراد الصبابط. اوكي.